السلام عليكم. معكم عنوش محمد الاخ ديال الياس حجي من الام ديالو. الياس حلاق في واحد الحي سميتو الزياتن. تضرب نهار العيد في العشيه، دابز مع واحد خانه وضربو بالموس وداو لمحمد الخميس. من تما داروا ليه العمليه وهبطوه حتى هو اعتقلوه، حيت حتى الاخر داروا ليه مخيله داروا ليهم الضرب والجرح ولا ما عرفتش من داك الشيء. المهم دابا انا اللي كنطالب، بغيت الاخ ديالي يخرج من السجن جوج، يجي يتعالج على برا، والقضاء ديك الساعات ياخذ المجرى ديالو. حنا ماشي ضد القضاء ولا شي حاجه، حنا بغينا غير الاخ ديالي يخرج يتعالج وديك الساعات يكون خير ان شاء الله. انا اللي كنسمع تيقول لي ودي راه الاخ ديالك راه كيعاني في السجن، راه ما كيعتنيوش به مزيان وهادي ما عرفتش. المهم هادشي اللي كنسمع، حيت انا مازال ما شفتوش. انا كنمشي تيقول لك لا خصك تاخذ الرونديفو ولا خصك هادي، يعني ما كيتواصل معايا لا في التليفون لا في حتى حاجه. دابا يلاه مشيت اليوم درت له الكونطرا وداك الشيء، حطيتها له وخديت الرونديفو حتى نهار الخميس عادي يمكن ليا نشوفو. انا ما عمرني شفتو. الناس اللي كيقولوا لي ودي الاخ ديالك راه كيعاني وتيبكي وهادي، يعني تنطالبوا غير يخرجوه غير يتعالج على برا، وديك الساعات القضاء ياخذ المجرى ديالو. حنا ما كنطلبوا حتى شي حاجه اللي هي خارج القانون، وما كنشكوش في القضاء ديالنا. نتمنوا ان شاء الله يتسمع هذا النداء ديالنا هذا ويخرج الاخ ديالي يتعالج على برا.